Hello Prep 2 students. في lesson 3 من Unit 2 بعنوان Nutritional Chemistry هندرس فيها مع بعض النهاردة العلاقة ما بين الأكل اللي بناكله والكيمستري، لأن Nutritional Chemistry هو branch studies the types of nutrients in food. طبعا كل living organisms بيحتاجوا للفود علشان يجيبوا منه الانرجي، بالإضافة للووتر. طبعا ممكن مثلا يبقى حواليا 100 أو 200 نوع مختلفين من الأكل أقدر أدخلهم جسمي، لكن في الآخر الليفينج أورجانيزمز بودي بتتعامل مع الأكل ده بحاجة من 3 ملهمش رابع. ال3 حاجات دول هما الكربوهيدرات، الفاتس، والبروتينز. تعالوا ناخد مثال علشان نفهم اللي أنا أقصده بالظبط. دلوقتي أنا لو تخيلت إن أنا أكلت ساندوتش بانيه، فالساندوتش البانيه ده جسمي بيقسمه تبع حاجة من 3 بس. بيتعامل مع العيش اللي كان في الساندوتش ده معمول من الدقيق، يبقى ده كربوهيدرات، وقطعة البانيه نفسها جاية من الفراخ، يبقى ده كده بروتين، وقطعة البانيه دي حمرناها في شوية زيت، فالزيت ده يعتبر من الفات، وهكذا. لو طبقنا الكلام ده على كل أنواع الأكل اللي بناكلها هنلاقي إن في الآخر جسمي بيتعامل معاهم على حاجة من 3 هما الكربوهيدرات والفاتس والبروتينز، وهم دول اللي هنتكلم عنهم في الدرس بتاعنا النهاردة. بس قبل ما نبدأ نتكلم عنهم لازم نعرف ان دول organic compounds. كلمة organic كانت عدت علينا قبل كده في سنة أولى، وعرفنا ان أي حاجة organic لازم يكون داخلها الكربون element. فاحنا دلوقتي هنبدأ نتعرف عليهم واحد واحد بالتفاصيل. يلا بينا نبدأ مع الكربوهيدرات. مبدئيا كده الاليمنتس اللي بتكون او بتعمل composition للكربوهيدرات هم 3: كربون وهيدروجين واكسجين. بس ده مش معناه ان هم 3 اتومز بس. انا بقول ان انا لما فتش وادور جوه الكربوهيدرات مش هلاقي غير الكربون والهيدروجين والاكسجين، ومش هلاقي إليمنت تاني. تمام كده؟ طيب ايه السورسز اللي اقدر اجيب منها كربوهيدرات؟ بريد، بوتيتوز، رايس، جرينز كل انواع الحبوب، فيجيتابلز، وبعض انواع الفروتس زي الجريبس والابلز. ولازم نعرف معلومة صغيرة بتقولي ان الكربوهيدرات هي اللي مسؤولة عن السويت تيست اوف فروت، يعني هي اللي بتدي طعم مسكر للفاكهة واحنا بناكلها. كيميكالي بقى يا شباب، زي ما قلنا الكربوهيدرات دي بيبقى فيها كربون وهيدروجين واكسجين. ابسط شكل من اشكال او السيمبل كربوهيدرات اللي هناخدها مع بعض هو الجلوكوز. لو جينا نبص على الجلوكوز هنلاقي شكله كده من بره طبعا. طب لو دخلنا وعملنا زوم ان كده هنلاقي ايه؟ هنلاقي المنظر ده. مش عايزاكم تتخضوا خالص. في كربون اهو، دوروا معايا في ايه تاني، في هيدروجين وفي اكسجين. هل في حد لقى حاجه رابعه غير ال3 دول؟ لا. تعالوا بقى نطلع بره نبص عليه من بره تاني علشان ما نتخضش. ده شكل الجلوكوز، وده اللي ياكد لكم اللي انا قلته، ان مش معنى ان فيها كربون وهيدروجين واكسجين هما ال3 دول واحده وواحده وواحده. لا، كده زي ما احنا شايفين ممكن يبقى فيه اكتر من كربون اتوم، واكتر من هيدروجين اتوم، واكتر من اكسجين اتوم. الجلوكوز ده يا شباب بنسميه جريب شوجر أو سكر العنب. عندي مثال تاني كمان من شكل بسيط من أشكال الكربوهيدرات، وهو الفراكتوز. الفراكتوز بنسميها فروت شوجر، برضو شبه الجلوكوز كده لكن مختلف عنه في شوية حاجات مش مكررة علينا، مش لازم نتطرق ليها ولا نتكلم فيها علشان ما تتلخبطوش. طيب هما كده على بعض as a unit، يعني كأنه مكعب من المكعبات كده، بنسميها simple sugar، أو ممكن نقول عليه مونوساكرايد. مونو يعني 1، فمونوساكرايد معناه ان الكربوهيدرات ده بيتكون من يونت واحدة بس، أو من مكعب. كلمة مكعب دي يعني مكعبات اللي احنا بنلعب بيها، شبه المكعبات كده. هو مكعب واحد بس اللي هو جلوكوز زي ما قلنا، أو فراكتوز. طيب لو شبكت بقى مكعبين مع بعض، يعني لو خدت 1 جلوكوز مع 1 فراكتوز، هيبقى شكله عامل ازاي؟ هيبقوا 2، وعشان هما 2 وهنقول عليه في الشكل ده داي ساكرايد. محتاجة اقول لكم على حاجتين. الحاجة الاولانية، عشان اصلا ال2 يونتس دول يمسكوا في ايدين بعض كده ويشبكوا مع بعض ويبقوا داي ساكرايد، انا محتاج اريموف 1 ووتر موليكيول، يعني اشيل او اعمل ريموف للH2O منهم هما الاثنين. طبعا واحد هيستغنى عن H، واحد هيستغنى عن OH، عشان اشيل الووتر موليكيول فالاتنين يمسكوا مع بعض كده ويدوني الدايساكرايد. دي المعلومة الأولانية. المعلومة التانية بتقول إن الدايساكرايد ده لازم يكون ليه اسم. احنا قلنا إن الدايساكرايد اللي قدامي ده اتكون من إيه؟
من جلوكوز وفراكتوز. هنسميه ايه بقى في الحالة دي؟ هنسميه سكروز. يبقى السكروز ده هو مين؟ ده الكين شوجر أو سكر القصب. كلمة كين يعني قصب، تمام؟ فالسكر اللي موجود في نبات القصب بيكون اسمه سكروز. ولما جم العلماء يتفرجوا على شكله لقوا إنه هو داي سكرايد، يعني 2 ماسكين مع بعض، 1 جلوكوز ماسك مع 1 فراكتوز. ممكن بقى عندي احتمال تاني ان 2 جلوكوز يونتس يمسكوا في ايدين بعض ويدوني نوع تاني برضو من الدايسكرايد، بس هيكون اسمه مالتوز، والمالتوز ده هو مالت شوجر. ممكن نلم كده الكلام اللي احنا قلناه مع بعض تاني؟ هو احنا يا مس بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن او بنعمل كلاسيفيكيشن للكربوهيدرات، بنتكلم عن انواع الكربوهيدرات. الكربوهيدرات دي فيها انواع زي ما قلنا كده، ممكن تبقى مونوساكرايد يعني واحدة بس أو يونت واحدة بس، زي الجلوكوز أو الفراكتوز، كل واحد لوحده وهو عبارة عن واحد بس، يبقى كده ده مونوساكرايد. طب مين هو الجلوكوز؟ الجلوكوز هو الجريب شوجر، جي عشان ما نتلخبطش، جلوكوز جريب شوجر. طيب والفراكتوز اف، فراكتوز يبقى فروت شوجر. تمام لحد كده؟ المونوساكرايدز دول يا شباب simplest form of carbohydrates، يعني ما ينفعش اعمل لهم decompose by water into simple substances، مش هينفع احط عليهم ميه واحولهم لحاجات ابسط من كده. هو ده ابسط شكل من اشكال الكربوهيدرات. تمام كده؟ النوع التاني اللي اتكلمنا عنه برضو اسمه داي ساكرايد، وداي يعني 2. ليها اسم تاني بقى الداي ساكرايد، معلش استحملوا الاسامي كده النهارده، اسمها اوليجو ساكرايد. عندي من الدايساكرايد 2 examples، ايه هما؟ سكروز، وده بيتكون من 1 جلوكوز 1 فراكتوز، والسكروز ده اسمه كين شوجر. والمثال التاني المالتوز، والمالتوز ده بيتكون من جلوكوز وجلوكوز، يعني 2 units of جلوكوز، والمالتوز ده هو المالت شوجر. عايزة أقول لكم كمان إن الأوليجوساكرايدز دي ممكن يبقى فيها 2 أو 3 أو 4 لحد 10 يونتس ماسكين مع بعض من المونوساكرايد، بس احنا ما عندناش أمثلة عليهم الحمد لله. احنا المثالين اللي قلناهم دول هم اللي معانا، لكن لازم تبقى عارف ان الدايساكرايد اللي احنا اتكلمنا عليهم دول هم نوع من أنواع الأوليجوساكرايدز. فالأوليجوساكرايدز دي يا شباب هي اللي بيتكون فيها من 2 لحد 10 يونتس من المونوساكرايد. والنوع الثالث والأخير من الكربوهيدرات اسمه بولي ساكرايدز، وكلمة بولي means many يعني كتير بقى، أكتر من 10 more than 10 units of monosaccharides. هنشوف شكلهم؟ لا ما تتخضوش، مش هنشوف شكلهم بس نعرف أساميهم. عندي 2 examples برضو، الستارش والسيليلوز. الستارش ده اللي هو النشا، والسيليلوز ده بيبقى موجود او هو ده المكون للسيل وول بتاع البلانت. انا دلوقتي عايزه اتاكد ان الاكل اللي انا باكله ده مثلا فيه جلوكوز، اعمل ايه؟ قال لي في indicator used to detect the presence of glucose، او احنا بنقدر نعمل جلوكوز ديتكشن عن طريق reagent اسمه blue bendix reagent او blue bendix solution. فممكن نعمل تجربة ونجيب 2 ملي من different concentrations of glucose solution في 3 test tubes، ونحط قدهم بالظبط ووتر في التست تيوب الرابعة. يبقى أنا كده معايا 4 test tubes، أول 3 فيهم different concentration يعني تركيزات مختلفة من الجلوكوز، والأخيرة دي فيها مية برضو 2 ملي. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب البلو بندكت سولوشن اللي معانا ده ونحط 2 ملي برضو منه على كل تيوب من التست تيوبس دي، وبعدين هنحط التست تيوبس في ووتر باث فور 5 minutes، يعني هنحطها في حمام ميه كده لمده 5 دقائق. الاوبزرفيشن بتاعتنا هنلاحظ ان الكالر بتاعه البلو بندكت سولوشن حصل لها تشينج بالوان مختلفه. طب هي ادتني الوان مختلفه ليه؟ according to difference in their concentration. فهنلاحظ مثلا ان اللون الريد ده معناه ان ده high concentration of glucose solution، واللون الأورنج معناه إنه الكونسنتريشن كان ميديوم يعني نص نص، واللون الجرين معناه إن التركيز بتاع الجلوكوز كان منخفض أو كان قليل، كان لو، واللون البلو فضل بقى زي ما هو، وده معناه إن هو ما غيرش اللون بتاع البندكت، يبقى أصلا ما كانش فيه جلوكوز. يبقى تاني يا شباب، إزاي أقدر أعمل جلوكوز ديتكشن؟ by using blue bendix solution. الكالر بتاعه في البداية بيكون blue، والcolor بيحصل له change according to the change in the concentration
of glucose، واللون البلو فضل زي ما هو، وده معناه انه انا ما عنديش جلوكوز في التست تيوب الرابعة، انا كنت عارف ان انا حاطط فيها ووتر. طيب ما ينفعش بقى استخدم البندكت ده علشان اديتكت الستارش؟ مش هو شغال مع الكربوهيدراتس كلها؟ قال لي لا، البندكت ده بنستخدمه علشان نعمل ديتكت للجلوكوز بس. طب لو عايزه اعرف الاكل اللي انا باكله ده فيه ستارش ولا لا، اعمل ايه؟ قال لي هنستخدم انديكيتور تاني اسمه ايودين سولوشن. بنعمل ستارش ديتكشن باي يوزنج رياجنت اسمه ايودين سولوشن، والايودين ده اصلا في الاول بيبقى لونه يلوش براون، يعني بني مصفر كده، بني فاتح كده مدي على اصفر شويه. وطبعا اكتر مثال مشهور عندنا فيه ستارش هي البطاطس، فلو جبنا شريحه بطاطس كده وحطينا عليها نقطتين 3 من الايودين سولوشن هنلاحظ تشينج اليلوش براون كولر ده into dark blue. ومعلومة كده على جنب بتقولي ان كل ما الداركنس بتاع البلو كولر ده زاد، يعني كل ما اللون بقى غامق، كل ما ده معناه ان في ستارش موجود بنسبة كبيرة او بتركيز عالي. حد بقى يقول لي ايه اهمية الكربوهيدرات؟ اول حاجة في الامبورتنس، طبعا الكربوهيدرات are very important for living organisms، واول فايدة ليها number 1 it is considered as a simple and fastest source of energy. أسرع حاجة تديك طاقة هو الكربوهيدرات. عارفين بدليل إيه؟ بدليل إن لما في حد بيتعب أو بيدوخ أول حاجة بنديها له بونبوناية أو معلقة سكر. ليه بنعمل كده؟ ما نديله بقى حتة لحمة أفيد. قال لي لأ، ما هو موضوع البروتين ده هو مفيد وكل حاجة، احنا هنتكلم عليه بعد شوية، لكن احنا دلوقتي بنقول إن أسرع وأبسط وأسهل حاجة توصل للدم بتاعي وتخليني أو تديني طاقة وإنرجي هي الكربوهيدرات. بس احنا ناكل بقى كمية كربوهيدرات براحتنا، علشان الميس قالت ان الكربوهيدرات دي مهمة وبتدينا انرجي. تعالى بقى لما اقولك على حاجة مهمة جدا لازم تبقى عارفها. انا دلوقتي النهاردة صحيت من النوم، كلت الفطار بتاعي بس زودت فيه شويتين 3، يعني بدل ما اكل ساندوتش كلت 2، كلت 3 ساندوتشات وشربت معاهم علبة عصير وكلت حتة كيك وكده، استهبلت بقى وقعدت اكل كربوهيدرات ما هي مفيدة. تعالى بقى معرفك جسمك بيتعامل ازاي مع الاكل اللي دخله ده. اول حاجة فعلا جسمك بياخد الانرجي نيدد علشان تبقى شاطر ومصحصح وتروح المدرسة وتجاوب على الاسئلة وتروح التمرين بتاعك وتلعب في البريك وكل الكلام ده تمام جدا. طيب برضو انا عايز افهم هو جسمي هيعمل كده ازاي؟ اول ما الليفل اوف جلوكوز ان يور بلاد انكريز، اول ما مستوى السكر يرفع كده في الدم بعد ما حضرتك كلت الوجبة الكبيرة دي، على طول في هرمون سكريتد فروم اور بانكرياس اسمه انسولين. يطلع هرمون الانسولين او اللي بنقول عليه الانسولين علشان يخبط على كل السيلز وينبههم يلا يا جماعه الاكل جه، يلا يا جماعه في شويه انرجي اهم جايين، ويخلي كل السيلز اللي جوه جسمك تبدا تستخدم الانرجي اللي جات له دي. طب دي حاجه حلوه قوي يا ميس. طبعا حاجه حلوه. وبعدين لما كل الخلايا جوه جسمك اخدت الطاقه اللي لازمه ليها، الاكل الزياده والسكر الزياده ده بيروح فين؟ قال لي بنبدا نحوشه في مكانين، في الليفر وفي المسلز. يعني الليفر بتاعنا اللي بنعمل فيه ستور، يعني بنحوش فيه الفود الزيادة اللي دخل جسمنا، وكمان بيروح للمسلز، بس لازم تخلي بالك ان جسمك بيحوشهم في شكل جلايكوجين. تمام لحد كده؟ تمام. طب احنا خدنا الطاقة اللي عايزينها وحوشنا الزيادة في شكل جلايكوجين في الليفر وفي المسلز، لسه عندي اكل زيادة لان الشخص ده دخل كمية كبيرة جدا من الكربوهيدرات انا مش محتاجها. يحصل ايه تاني؟ يروح بقى in the form of fats جوه البادي سيلز، يعني يتخزن في شكل دهون. لحد هنا كده تمام. ليه بقى؟ لان الاماكن اللي انا حوشت فيها دي بيرجع جسمي يستخدمها تاني لما نكون صايمين او بنعمل دايت معين، بيبدأ بقى يحرق الفاتس دي. فالدهون دي بتتحرق بتتحرق، بس امتى؟ مش بعد 2-3 لما ادخلها اكل تاني بزيادة، ما هي خلاص مش تتحرق ونفضل بقى ايه يحصل زيادة في الوزن. فطبعا الاكل السكريات والكربوهيدرات الزيادة، لان احنا النهاردة عرفنا ان الكربوهيدرات دي بتتحول لسكر، طبعا اكلها بيسبب اذى وبيخلي جسمي يحوش فاتس. تمام؟ في بقى للأسف مرض متعلق بجزء احنا حكيناه في القصة بتاعتنا دي اسمه دايابيتس. الدايابيتس ده سببه accumulation of glucose sugar in blood. يعني ايه يا ميس؟ يعني الدم ما قدرش يتخلص او يخلص جسمنا من كل كمية السكر الزيادة اللي دخلت فيه. طب ليه؟ مش انتي قلتي لما بيحصل كده
الانسولين هرمون بيطلع من البنكرياس؟ قال لي ما هو ده سبب الديزيز بقى، بيبقى في decreasing أو insufficient of secretion of insulin hormone by pancreas. ده مرض اسمه مرض السكر، والناس اللي عندهم المرض ده ربنا يعافيهم يا رب، البنكرياس بتاعهم مش بيطلع كمية انسولين كفاية عشان تقلل مستوى السكر في الدم، عشان كده السكر بيبقى عالي في الدم عندهم. طب ايه السيمتومز او العلامات اللي تقولي ان في ديزيز ده؟ اول حاجة significant weight loss، تاني حاجة increased urination، تالت حاجة excessive thirst، تلاقي الشخص ده عطشان على طول وبيشرب مية كتير وبيعوز يدخل التويلت كتير، وطبعا عنده weight loss يعني فقدان في الوزن. متعلق بقى بالجزء ده ان انا اقدر اعرف اذا كان الشخص ده عنده سكر ولا لا باستخدام البلو بندكتس رياجنت، فبنستخدمه لو انا الشخص ده شاكك او عايز اتاكد اذا كان عنده دايابيتس ولا لا، بان انا اتست اليورين بتاعه واحط عليه بلو بندكت بنفس الطريقه اللي استخدمناها، وطبعا الكالر هيتحول للالوان بناء على كميه السكر اللي موجوده في اليورين. نرجع نكمل الامبورتنس اوف كربوهيدراتس. كنا قلنا ان اول حاجه فيها هي ان الكربوهيدراتس are source of energy. تاني حاجه بتسبورت the brain function، طبعا هي مهمه زي ما قلنا، لكن كلوا واشربوا ولا تسرفوا، احنا محتاجين ان احنا ناكل ونشرب باعتدال علشان نحافظ على وظائف جسمنا، فهي بتسبورت البرين فانكشن طبعا within الليميتس اللي احنا اتكلمنا عليها من غير ما نفرط في الاكل. رقم 3 البلانت سيل وولز ار ميد اوف سيلولوز، وده اللي احنا قلناه من شويه. ورقم 4 participate in forming the nectar of flowers، فالنكتر او الرحيق بتاع الفلاورز ده برضو بيدخل في تركيبه الكربوهيدرات. في هنا بقى nutritional awareness ليها علاقة برقم 1 اللي احنا اتكلمنا فيها، بتقولي it is recommended to reduce carbohydrates found in white sugar and white flour in the meals and to rely on whole grains. محتاجين نقلل كمية السكر والدقيق الأبيض اللي داخلين جسمنا ونعتمد أكتر على الحاجات اللي معمولة بالحبة الكاملة. في كمان importance أو beneficial للكربوهيدرات في الاندستري، إن احنا بنستخدمها في البيبر، لأن البيبر is made of cellulose، و some cosmetic products contain sugar and starch، بعض مستحضرات التجميل، وميديسين كابسولز يعني الكبسولات اللي بنعمل منها الأدوية برضو بيدخل في صناعتها الكربوهيدرات. يلا بينا نروح للنوع التاني من الأورجانيك كومباوندز وهي الفاتس. المين إليمنتس اللي بتكون الفاتس برضو هم الكربون والهيدروجين والأكسجين. طب ممكن نلاقي الفاتس دي فين؟ ممكن نلاقيها في الباتر، الزبدة، ميت، طبعا مش النسيج اللحمة نفسه لكن الدهون اللي بتبقى موجودة حوالين اللحمة، eggs في البيض، ميلك، many types of nuts، و vegetable oils. الكربوهيدرات والفاتس الاتنين دول مهمين جدا جدا عشان بيعملوا transporting و storing الانرجي in the living organism. ايه ده يا ميس، انت قصدك تقولي ان الفاتس كمان مهمة جدا وبتدي الجسم انرجي؟ طبعا الفاتس بتدي للجسم انرجي، لكن هي مش بشكل سريع زي الكربوهيدرات، ودي حاجة خلاص اتكلمنا عنها وشرحناها. في مفاجأة هنا صغيرة كمان، ان ال amount of energy obtained from burning the same amount of fats is twice the obtained energy from carbohydrates. لا بالراحة يا ميس بقى، فهميني يعني ايه الكلام ده. قال لي يعني لو انا مثلا عندي 20 جرامز من الكربوهيدرات و20 جرامز من الفات، الاتنين هنعمل لهم بيرن، جسمي هيحرق الاتنين دول وعشان يديني انرجي. الانرجي اللي هناخدها من بيرنينج 20 جرامز من الفات دبل او توايس او ضعف الكمية الانرجي اللي هناخدها من الكربوهيدرات. بس احنا ناكل فاتس بقى، خلاص الميس قالت الكربوهيدرات وحشة، يلا بينا ناكل فاتس بقى للصبح، ده بتديني انرجي، ده توايس. خلي بالك بقى من الكلام اللي هنقوله ده، مش معنى ان انا قلت ان في حاجة بتديني انرجي احسن ان هي نكتر منها برضو. احنا قلنا بقى ولا تسرفوا، يعني احنا مش محتاجين نسرف لا في الكربوهيدرات ولا في الفات، لان انا برضو قلت ان الكربوهيدرات هي simple وفاست source of energy. تمام كده يا شباب؟ وكمان هنا عندي medical awareness بتقولي خلي بالك ان في نوع طبعا من الانواع، مش كل انواع الفاتس مضرة، لكن في نوع منهم اسمه كوليسترول. الكوليسترول ده هو فاتي سابستنس، اكيد سمعتوا الكلمة دي قبل كده يعني في التحاليل، والناس بتعمل تحليل يقولك اعمل تحليل كوليسترول. الكوليسترول ده
موجود في البادي فاتس، هو موجود جوه جسمي اصلا. في نوع منه حلو كويس وفي نوع منه مش كويس. النوع اللي مش كويس ده بيحصل له deposition on side the walls of arteries، يعني بيتجمع او بيتراكم جوه التيوبس اللي بتنقل الدم بتاعي، خصوصا الارتريز. طب ايه مشكلة يعني؟ قال لي ده هيعمل بلوكج ويضيق الانبوبة اللي بيمشي فيها الدم بتاعنا. فيعمل ايه بقى الريسكس of elevation of cholesterol levels؟ قال لي ان الريسك ده increase risk of heart diseases، يبدأ يعمل امراض في القلب. it is necessary to maintain normal cholesterol levels in the blood، لازم نحافظ على نسبة الكوليسترول في الدم بتاعنا. ولازم نعمل ايه بقى؟ Number 1 reduce intake of fats and fried foods. Number 2 exercise regularly. Number 3 drink plenty of water. تاني يا جماعة نقول المعلومات دي. الكوليسترول ده ايه؟ هو fatty substance found with the body fats. ايه مشكلته؟ Its deposition inside walls of arteries leads to their blockage. ويعمل ايه كمان؟ increase the risk of heart diseases. طيب هل في طريقة أقدر أعمل بيها fat detection؟ قال لي أيوة، الرياجنت اللي أنا هستخدمه دلوقتي اسمه Sudan 4 solution. اسمه ايه؟ Sudan 4 solution. طبعا رقم 4 ده بالأرقام اللاتينية، هنبص عليه بس كده ونعرفه إن ده رقم 4. طبعا السودان 4 ده لونه ريد اورنج، يعني بين الأحمر والأورنج كده. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل سيباريت للإيج يوك from albumin، يعني نفصل الصفار عن البياض بتاع البيضة. تمام؟ هناخد الإيج يوك ده أو صفار البيض ونحط عليه distilled water ونقلبهم مع بعض لحد ما يديني شكل الميكستشر ده. هناخد منه 10 ملي ونحط عليهم 10 ملي من السودان 4 solution. هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ ان red orange color is formed on the surface of mixture، يعني الشكل ده كده اول ما نلاقيه ده كده معناه ان السبستانس اللي انا استخدمتها او الايج يوك اللي انا استخدمته ده فيه فعلا نسبة فاتس. واللي ساعدني ان انا اعرف ان فيه فاتس في الاكل ده هو السودان 4 solution. يلا بينا نروح للاخر نوع من الاورجانيك كومباوندز وهو البروتينز. البروتينز الاليمنتس اللي بتكونها المرة دي اكيد حفظنا بقى: كربون، هيدروجين، أكسجين، وهنضيف عليهم نيتروجين. طب لو مفيش نيتروجين يبقى ده مش بروتين. يبقى النيتروجين من الاسنشال إليمنتس اللي لازم تكون موجودة في الكومبوزيشن أو في التركيب بتاع البروتينز. ممكن ساعات نلاقي فيه فوسفورس وممكن ما نلاقيش، بس الأصل إن أنا لازم ألاقي إيه؟ النيتروجين. طيب يا ترى البيلدينج يونت بقى، الوحدة الصغننة أو المكعب الصغنن اللي بيبني البروتين ده اسمه إيه؟ لو شفنا كده الشكل اللي قدامنا ده كله كده على بعضه، السلسلة اللي قدامي دي عبارة عن بروتين. تمام؟ واحدة بس منهم بنسميها أمينو أسيد. الوحدة الصغننة منهم لوحدها كده على بعضها اسمها أمينو أسيد. تعالوا كده نعمل زوم إن نبص على الأمينو أسيد ده شكله عامل إزاي؟ شكله عامل كده، ما نتخضش خالص، يعني هو كل ده موجود في الدايرة الواحدة دي، يعني اليونت الواحدة ده شكل الأمينو أسيد أو الوحدة اللي بتبني البروتين. ممكن نلاقي البروتين فين بقى؟ لو بنتكلم عن الأنيمال بروتين يعني البروتين الحيواني فهنلاقيه في الريد ميت، بولتري يعني كل أنواع الطيور اللي بنقول عليها وايت ميت، فيش الأسماك، إجز، وكمان ميلك اند اتس ديريفاتيفز اللي هي زي اللبن والجبنة والزبادي وكل منتجات الألبان. طيب البلانت بروتين بقى هنلاقيه فين؟ اللي هو البروتين النباتي ممكن نلاقيه فين؟ هنلاقي البروتين النباتي موجود في الليجيومز اللي هي البقوليات زي الفول والفاصوليا واللوبيا والنتس وكمان الصويا بينز. تعالوا نتعرف على الامبورتانس اوف بروتين. أول حاجة involved in building muscles repairing and growing damaged cell. يعني ايه الكلام ده؟ يعني العضلات بتاعتنا بتعتمد اعتماد أساسي على البروتين، فدايما الأطفال حتى الكبار نهتم ان هما ياكلوا بروتين عشان نحافظ على الكتلة العضلية بتاعت جسمهم. مش بس كده، بتعمل growing، يعني من غير البروتين ده لو مش بيخش جسمنا بطريقة صح مش هنقدر نكبر بطريقة سليمة. وكمان بتعمل repairing للدمج سيل. دايما كده لما حد يبقى تعبان أو خارج من عملية أو كده نقول له كل بروتين علشان تستعيد صحتك بسرعة. Number 2 they are used in formation of enzymes that act as catalyst. خلي بالك واربط ما بين كلمة بروتين وإنزيم. لما يجي يقول لي هو الإنزيم ده معمول من إيه هقول له معمول من بروتين.
طب كلمة كاتاليست دي معناها ايه؟ الكاتاليست ده هي substance بتسبيد up the rate of chemical reaction، وهي موجودة جوه جسمنا برضو، ربنا سبحانه وتعالى خلقها عشان تساعد في حدوث عمليات كتير جوه جسمنا، والإنزيم ده بيدخل في تركيبه البروتين. Number 3 they are used in formation of antibodies that support the immune system against disease causing microbes. يعني البروتين ده مهم، بيغذي أو بيقوي الجيش بتاعي اللي بيدافع عن كل الأمراض أو الميكروبس اللي ممكن تدخل. الإميون سيستم ده اللي هو جهاز المناعة بتاعي، والأنتي بوديز دي هي الأسلحة أو نقدر نقول الجنود بتاعة الجيش اللي بتدافع عن البادي بتاعي against microbes. فطبعا البروتين بيدخل في تركيب الأنتي بوديز دي، فهو مهم. كمان البروتين مش مهم لجسمي بس، ده احنا بنستخدمه في صناعات كتير. أول حاجة بستخرج الجيلاتين اللي بنستخدمه في الفود اندستري. بنستخرجه منين يعني؟ قال لي من البروتين اللي موجود في الانيمال بونز اند سكين. تاني حاجة production of insulin which is used in treatment diabetes through genetic engineering، يعني باستخدام الهندسة الوراثية بنقدر نستخرج الانسولين ده من البروتين عشان نعالج الناس اللي عندهم دايابيتس اللي اتكلمنا عنهم من شوية. آخر حاجة using the enzymes in manufacture of laundry detergent to remove stains. عارفين الجرانيولز أو الحبوب اللي بنلاقيها جوه مسحوق الغسيل كده؟ دي عبارة عن انزيمز بتدوب أو بتفتت الدهون، وأنا لسه قايلة دلوقتي إن الانزيمز بتتعمل من إيه؟ من بروتين. طيب إزاي أقدر أعمل ديتكت للبروتين بقى؟ بنستخدم رياجنت اسمه بيوريت سولوشن. البيوريت ده برضو لونه بلو إن كولر. المرة دي هنستخدم برضو البيضة وهنفصل الصفار عن البياض، لكن المرة دي هنستخدم الألبيومين أو البياض لأن هو ده اللي فيه بروتين. هنحطه في تيست تيوب ونحط عليه فيو دروبس من البيوريت سولوشن ونعمل شيكينج جنتلي. هنلاحظ ان الكالر بتاع البيوريت اللي هو كان بلو turned into violet after shaking. بعد ما عملنا شيكينج كده وقلبناهم مع بعض تحول اللون البلو ده للون فايلوت، وده بيقول لي ان الايج البيومين ده فيه بروتين او بيديتكت البريسنس اوف بروتين. طب بما ان البروتين ده حلو كده وجميل وبيعمل عضلات، احنا بسمع كده ان هما بياخدوا في الجيم سبلمنتس كده بتخلي الماسلز بتاعت الناس تبقى قوية جدا، فدي جميلة بقى هناخد منها كتير علشان تخلي عندنا عضلات. قال لي خلي بالك علشان في خطر من اليوزنج سبلمنتس دي اللي فيها الامينو اسيدز، علشان ده حاجة بتعمل رابid muscle building. طب ايه المشكلة؟ ما احنا دي حاجة حلوة ان الماسلز بتاعتنا تبقى قوية كده. قال لي ده بيأذي جدا الكدنيز اللي هما الكليتين والليفر اللي هو الكبد بتاع الانسان. فلازم يا جماعة ننتبه، جسمنا امانة لازم نخلي بالنا منه ونعرف بندخله ايه علشان نقدر نعيش بصحة كويسة. كده احنا الحمد لله خلصنا يونت 2. اشوفكم ان شاء الله في يونت 3.